مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب. الحقيقه النهارده انا كنت معتذره عن الحلقه وما كنتش جايه، وبعدين قعدت افكر لقيت ان في ناس كتير هتفتكر ان انا ما جيتش عشان مش عايزه اقول كلام يضايق مني الحكومه او يضايق مني الداخليه او يضايق مني اي حد. مع ان اللي بيقول كده انا بحس ان هو عبيط جدا، لان انا عمري في حياتي ما همني اي حد. يعني اذا كنت في وقت من الاوقات او على طول بدافع عن الجيش وعن الشرطه، فانا بدافع عن شعار تحيا مصر، مش بدافع عن جهاز من اجهزه الدوله. يعني في اي حته في العالم شرف الدوله جيشها وامنها وامانها في الضباط او في وزاره الداخليه. فبلد من غير امان مفيش بلد، مفيش انتوا، مفيش الشعب، بس مفيش اي حاجه تانية. عمري في حياتي ما طلبت من حد انه يشيل المخالفات من على رخصتي. عمري في حياتي ما طلبت خدمه من حد. عمري اتحدى ان حد في اي جهاز من اجهزه الدوله يقول ان انا رفعت عليه سماعه التليفون قلت له والنبي تعمل لي كذا 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 كذا. في اي حته الناس كلها بتشوفني بقف في الطوابير زي الناس، ما عنديش توصيه في اي حاجه. فانا جيت النهارده بس عشان اقول كلمتين صغيرين جدا. المأساة مش من امبارح بس، احنا السنين اللي فاتت كلها لما بنروح مثلا في حادثة قطر ونروح فيقول لك ايه، اصل الراجل بتاع المزلقان ما كانش فاتح المزلقان، اصل النور بتاع الكشاف اللي بينور يقول للعربيات خلي بالكم القطر جاي كهرباء محروقه، اصل لما القطر جه كان مش عارفه نايم ومش. نروح ونلاقي الجزم مرميه والقمصان مرميه ونلم الحاجات ونقول لكم الدم. لما رحنا المصنع اللي وقع فوق الناس والاسعاف ما راحتش، والناس بقت تشيل الناس من تحت الانقاض، والناس بقوا يكلموا بعض بالموبايلات تحت الارض، محدش سائل فيهم. احنا اتكلمنا كتير قوي 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 في اي حاجه بيروح فيها ناس. كنا بنقول ان احنا مشكلتنا الاساسيه في البلد دي ان البني ادم ملوش قيمه. يعني بره الكلام ده انا قلته كتير، عشان كده كنت عايزه اجي النهارده، لان انا بكرر نفسي ومفيش حاجه بتتغير. فليه ارغي؟ يعني ليه افضل ارغي؟ ليه افضل انا دلوقتي ممكن الم الفيديوهات اللي على الانترنت كلها واحطها وافضل اقول حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. خصوصا ان انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي. اي كلمه هتطلع من اي اعلامي الايام دي هيحاسب عليها حساب يعني شديد في الاخر، لان احنا في وقت غير اي وقت تاني. ولا ينفع انك تزرع الفتنه، ولا ينفع انك تسكت على الباطل، ولا ينفع انك تزرع فتنه، ولا ينفع انك تسكت على باطل. افتح التليفونات دلوقتي وكله بيقول اراء. انا شايف بقى ان الولاد الصغيرين اللي راحوا يروحوا الماتش من غير تذاكر ومصممين يدخلوا وحصروا الاتوبيس بتاع الزمالك وهو داخل، هم اللي مجرمين. وازاي اهلهم يسيبوهم ينزلوا من البيت، وازاي مش عارفه ايه، وازاي ايه. واحد تاني يقولك انا في رايي ان الداخليه هي اللي غلطانه، لان الممر اللي عملوه ده ممر الموت ومذبحه الدفاع الجوي والمنشطات مولع. يلا بنزين ده هيجي على دماغنا. انا شايفه ان احنا نبقى بلد لو مره رجع الحق هنتعاون. احنا كلنا بنرغي عشان ما بيرجعش الحق. يعني احنا ما نعرفش لغايه دلوقتي مثلا مين اللي قتل شيماء دي.
في حاجات كتير ما نعرفهاش. مين اللي قتل فيها؟ المرة دي مش هينفع نقول مندسين ومش مندسين. ناس بتقول بالتدافع وما كانش فيه خرطوش، ما كانش فيه رصاص، ما كانش فيه مش عارفه ايه، بس الممر اللي معمول ده ما كانش المفروض يترمي فيه غاز، واللي عمله ما كانش فاهم ان الناس هتتزنق، خلاص اللي عمله يتشنق. اللي صمم، اللي صاحب فكره الموضوع ده يتشنق. قال لك لا 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 لا، ده هو مش اللي عامل الممر ده هو اللي غلطان، ده هو كتب على الانترنت ان الدعوه عامه، فكل الناس راحت الاستاد على ان في تذاكر، فاللي غلطان هو اللي قال ان الدعوه عامه وما قالش ان التذاكر خلاص اتوزعت. لا 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 يا عم، ده هو اتحاد الكوره هو اللي غلطان، لان هو ده وقت ماتشات، ده احنا في وقت حرب. هو احنا حد يعمل ماتشات دلوقتي؟ مع ان انا لسه متفرجه على ماتش الاهلي والزمالك، كان المعلق استاذ مدحت شلبي قال لك جمهور، فين الجمهور؟ ما تجيبوا لنا جمهور. اراء 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 اراء، وكل الناس بتتكلم بس، وفي المجمل في الاخر ان في ارواح راحت، وده ما ينفعش نستهين بيه. يعني انا دايما لما بيروح شهداء ضباط او جيش او كده بنزل بروح لاهاليهم واعزيهم واطلع اغاني وطنيه واقول لكم الى الامام وتحيا مصر وما ينفعش نتهز، لان دول ناس على الجبهه او في اماكنهم بيأدوا واجبهم وشهداء، لكن اطفال او شباب رايحين يتفرجوا على ماتش. انا ابني زملكاوي على فكره، بيحب يروح الماتشات. تخيلت اللحظه انه كان موجود امبارح، ما كنتش النهارده هبقى قاعده هنا بعرض فيديوهات وبقول لكم اصل مش عارفه ايه، ومعانا محمد من القاهره. ايه رايك بقى يا محمد؟ تفتكر من المسؤول عن؟ لا، انا هحط نفسي النهارده مكان اي ام ابنها راح، ولو انا حطيت نفسي في المكان ده يبقى انا ما ينفعش اكمل الحلقه دي، ما ينفعش اكمل الحلقه دي حداد على الناس اللي راحت. احنا لما ملك بيروح ولا امير بيموت ولا ريس بيروح بنكتب حداد و7 ايام وشريطه سودا. طب في 20 اكتر من 20 مصري راحوا امبارح، احنا مش في حداد ليه؟ عشان بني ادم ملوش قيمه. والمتجرب ده برضو غلط، يعني احنا ولا عاملين قيمه للناس بان احنا بنروح نستقصي ونطلع تحقيق وبكره يبقى يعني احنا لو عاملين لهم قيمه الحق يرجع بسرعه جدا، واللي عمل غلط يتحاسب بسرعه جدا ايا كان هو مين. لكن احط صوره طفل وانزل من عليها دم على المواقع واكتب تحت ذنبي ان ما كانش معايا تذكره واقوم الناس واشحن واحنا في حاله حرب، ويبقى الالتراس ضد الداخليه والاهلي ضد الزمالك واداره الاهلي ضد اداره الزمالك وجبهات جبهات جبهات وفتن فتن فتن، وفي الاخر مش نوصل مين اللي عمل ايه. فانا قررت، انا اسفه جدا، انا مش هرغي النهارده لان الرغي ملوش لازمه. انا عايزه تحقيق كمواطنه مصريه يتعمل بمنتهى الشفافيه، ولاول مره نطلع نقول فلان غلطان. وبصوا فلان الغلطان ده يا جماعه هيتحكم عليه فورا فورا، مش كمان سنه وكمان سنتين وكمان 3، دلوقتي حالا، لان اكيد في حد غلطان. سوء تدبير، سوء تنظيم، تصرف غلط، صممنا ممر غلط، رمينا بتاع غاز غلط، في غلط. قلنا للناس اللي قدام الاستاد ما كناش نقول لهم مين، في غلط. ايه هو؟ انا مش قاضي دلوقتي اعرف ايه هو الغلط، انا ما كنتش هناك ولا هحكم بفيديو، بس في ناس راحت وفي ارواح راحت. وزي ما انا بقول، انا هحط نفسي النهارده مكان اي ام ابنها راح، فانا مش هكمل الحلقه النهارده، واقسم بالله العظيم اداره القناه مش عارفه، يمكن البروديوسر بتاعي عارف. انا مش هكمل الحلقه النهارده، انا رغيت كتير قوي قبل كده ومحدش عمل قيمه للبني ادم،
فانا اسفه، انا هنسحب من على الهوا، وانا جيت بس عشان ما تفتكروش ان انا خايفه او مش عايزه اقول كلمه حق. للاسف الشديد ان يقول لك اوفر، بتمثل، بتعمل، انا هقول كلمه الحق لو على رقبتي لغايه ما اموت. النهارده انا ما ينفعش اقدم حلقه وما ينفعش اقول حاجه، لان في ارواح راحت، وارواح ولا هي على جبهه ولا هي نزلت ترمي مولوتوف ولا هي عملت اي حاجه خالص. دي ناس رايحه تتفرج على ماتش، كم منهم ممكن يبقى ابني، زي ما بقول لكم ابني زملكاوي. فانا جايه اتاسف لكم، انا اسفه، انا مش هكمل الحلقه النهارده وهنسحب من على الهوا. اداره القناه تقدر تكمل الحلقه زي ما هي عايزه. شوفوا عايزين تحطوا العمليات اللي عندكم، الناس تتبرع، نعمل خير يمكن ربنا يعافينا. لكن انا اسفه، انا مش هكمل الحلقه. انا بعلن حداد ومعرفش هطلع الاسبوع ده ولا لا. الحق لازم يرجع لاصحابه، وزهقت من كتر ما بقول بقدم خالص العزاء لكل الناس. لا، انا بقول لكل الناس دوروا على حقكم وجيبوه، واللي غلطان لازم يتحاسب، من غير ما نولع الدنيا، ومن غير ما نزرع الفتن، ومن غير ما نبوظ بلدنا من جوه، عشان كفايه قوي 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 القرف اللي جاي لنا من بره. انا اسفه. اطلعوا شوفوا